البلاد تدعين الأخضرية ولا تحيين عيشا أخضريا، تسيرين المسيرة خبط عشواء، إلى أين الذهاب النيجيرية؟ فهل لك غاية من قبل سير؟ فهل دون الرشد نقول غاية؟ تسيرين المسيرة خبط عشواء، إلى أين الذهاب النيجيرية؟ فهل لك غاية من قبل سير؟ فهل دون الهدى نقول هيا؟ وأين الخطة العظمى عليها نسير فنقتفي النهج السوية؟ وأين القائد العملاق منا؟ وكم قرنا الرئيس ولا الحرية؟ إذا قرنا زكيا أحوازيا، غدا في عرشه غمرا غبيا. سلكنا خلف هذا مشرقيا، وسار بنا الجديد المغربيا. ألم يكن الصلاح مراد كل؟ أيقصد بعدنا قصدا خفيا؟ إذا ما قائد ينوي فسادا، يسير بنا رجوعا قهقريا. فنشقى في النعيم كمثل هذا، ولا نروى بغمر الماء ريا، ولا نروى بغمر الماء ريا. إذا ما الصلح غايتنا جميعا، تعاوننا ولا نختار غيا. إذا ما الصلح غايتنا جميعا، تعاوننا ولا نختار غيا. أيادينا تسير يدا فتبني، ويغدو مجدنا مجدا عليا. تسير قلوبنا قلبا وحيدا، تسير قلوبنا قلبا وحيدا، ويغدو جسمنا جسما قويا. أجمع ذي القبائل شر جمع، ألا يرضى الفلان الهوسوية، ألا يرضى يروبا إيبويا، أيكره أوسوي يربويا. فحسبك أن تسمى نيجيريا، فحسبك أن تسمى نيجيريا، فدع عنك التعسب كن ذكيا. فإني نيجيري أنت مثلي، ولي في العدل أصبحت سيا، ولي في العدل أصبحت سيا. تعسبنا فلا يجدي بخير، فكم قد زادنا بغيا دميا، فكم قد زادنا بغيا دميا. إذا ما الصلح غايتنا جميعا، إذا شئنا تقدمنا جميعا، لبسنا في سبيل الصلح زيا. إذا شئنا تقدمنا جميعا، لبسنا في سبيل الصلح زيا. بوحدة صفنا والعزم جدا، بوحدة صفنا والعزم جدا، فحي على الفلاح نقول حيا. بدون تعاون بل واتحاد، إلى أين الذهاب؟ إلى أين الذهاب النيجيرية؟ شكرا يا شيخنا الذي ألقى بكل اطمئنان والوقار. جزاء الله عنا وعن اللغة العربية كل خير. الآن في البيت الثالث، وقال لك غاية من قبل سير، ما القاعدة؟ فهل لك، ما موقع هذه الجملة موقعا نحويا من قبل، وهل لك غاية من قبل سير، من قبل سير.
من قبل سير، وهل لك غاية من قبل سير؟ من قبل سير. سير من قبل. من قبل. ما قاعدته؟ قبل مضاف وسير مضاف إليه، أو نقول قبل جر هل تضاف كلمة قبل إلى من وتكسر؟ نعم. هل تكسر إذا أضيفت كلمة قبل نعم. إلى من؟ هل تكسر؟ نعم. تكسر. نعم. نعم. فاتي نعم. بالدليل. قد لا يحضرنا المثال الآن لكن تكسر. طبعا. أهلا بك يا شاعر، بدون الإطالة والله إنك لشاعر، بارك الله فيك. آمين. لكن أنت تأتي بالجمل المستفهمة وما وضعت عليها علامات الاستفهام كثير، هذا خطأ لا يليق لمثلك. نعم شكرا. ثم قلت كتبت شيئا ونطقت بغيره، فقلت وهل لك غاية من قبل سير فهل دون رشد؟ فهل دون الرشاد، عفوا هذا خطأ. نعم. فهل دون الرشاد. جزاك الله خير. أنت يعني موافق أنك أخطأت في ذلك؟ نعم. بارك الله فيك. ثم قلت وإما كتبت وإما الصلح ونطقت إذاما، أيهما أصوب؟ الاثنين يفيدان معنى واحدة. لا، لما؟ وإما إزاما، وإما إزاما كلاهما واحد. إما من. نعم للوقت. نعم. أيادينا تصير يدا فتبني، أيادينا. نعم. اليد واحدة تبني. نعم. أتيت باستعارة معروف، لكن هل اليد واحدة تبني وتستقيم؟ أيادينا تصير يدا، ولليد الواحدة البناء. عفوا الله المستعان. نعم. ثم أوكي نعرف عن. أهلا وسهلا. نعم. الشاعر لقد أبدعت فقط. سؤال واحد فقط، ما ستكسر بالنيجيرية؟ نعم. إلى أين الذهاب النيجيرية؟ ما ستكسر؟ أقصد نيجيريا تخفيفا. ذكرتها هكذا تخفيفا للوزن الشعري. لا قد غير المعنى. هذا نيجر، كتابة النيجر لابد من زيارتها بعد جيم. نيجيريا لا نستطيع أن نفرق بين النيجر والنيجيريا إلى بإثباتها فيه. افترضنا أننا لسنا في نيجيريا، إذا أنا وجدت نفسي في السعودية أو في دولة أخرى وقرأت أصل قصيدة يعني يتمنى بأنه الياء لا يكتب في نيجر. نعم. لا يكتب الياء الأخيرة. لا أنا لا أكتب يا أخيرة، بدأ نيجي لابد الياء بين الجيم وراء نيجيري في كتابة العربية. فهمت الآن؟ فهمت، لكن النيجر نعم لا تكتب معها الياء الأخيرة نيجيريا. نيجر فقط نيجر. لا عند النسبة لا أقول نيجيريا، أقول نيجيري، أقول يا نيجيري ولا أقول يا نيجيريا. نيجر يستعمل نيجر نسبية في النسب، كيف تقول؟ في الموقع فهمت ما تقولون، فهمت طبعا. يرحمه إن الله رحيم. آمين. يا حبيبي الشاعر، كانت القلوب متعلقة بك لأنك أستاذ بين هؤلاء الشعراء الطلبة، ولذلك نقلبك ذات اليمين وذات الشمال. شكرا. ونريد أن نعرف هل يمكننا أن نخرج اللؤلؤ من مرجان أو غض من السمين. شكرا. حاولت يا حبيبي، حاولت، وأريد أن أؤيدك فيما قالوا أنك أخطأت فيه. قلت أيادينا تصير يدا، يمكن أن تقول أيادينا بمعنى اليد الحقيقية، وأردت يدا هنا اليد المجازي.
لأن العرب يطلقون اليد ويريدون معان أخرى. إذن هاتان كلمتان معنى واحد، ولكن كيف نفرق بينهما إلا أن يكون إحداهما الحقيقية حقيقية وأخرى مجازية. إذن أيادينا جمع اليد أصبحت قوة إن كنت أردت ذلك. إذن تقول أصبحت أيادينا قوة. ثم يا حبيبي لو سمحت، الأحسن في مثل هذه المناسبة أن تتخلى ككونك أستاذا لهؤلاء الشعراء مما ينقص قدرك. على سبيل المثال كلمة هووسة، يربوية، إيبوية، كل هذه ليست لها ناقة ولا جمل من الوزن العربي الخليلي. حتى إنك إذا وقفت أمامها تقلبها ذات اليمين وذات الشمال، تقرأ مثنى وثلاث ورباع، ستعلم أنك واقع في الخطأ في هذا. يمكن أن تقول قبائل أو ما يناسب هذه الكلمة، هذا والله أعلم. ثم قلت الذهاب ولم تقل ذهاب أو ذهوب. قلت الذهاب ولم تقل ذهاب أو ذهوب. الذهاب. لا أنت كتبت الذهاب. هذا خطأ. نعم هذا والله وحده ولا أعلى وأعلم. شكرا. شكرا يا شيخنا. الله أكبر. ترحب هذه الجلسة شخصية مولانا الشيخ المفسر، شيخ شيوخنا، حياكم الله. مولانا المفسر بهارتي الشيخ يونس عيسى المركزي حقيقي. المفسر بمسجد أجونغولو، الله يحفظه، أدام الله حياته، وأستاذ شيخنا المدير حفظه الله ورعاه، آمين. وكذلك يرحب هذا المحضر الحاج إدريس، هذا المحفل الحاج إدريس أمساء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم واللاحقون بهم ما شاء الله. الآن نستمع إلى إلقاء الشاعر عبد الباسط سليمان أكوردي ألايا. كنا في لذة لو علمها الملوك لقتلونا. أياكم الله. صلى الله عليه وسلم. أرض ممجدة. النص بعنوان أرض